السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد وخبرين مهمين جدا. الخبر الأول اللي احنا هنتكلم فيه يخص الصف الثالث الثانوي أو الثانوية العامة بالتحديد. الخبر التاني إن شاء الله يخص جميع الصفوف الدراسية، ومنهم أولى ثانوي ومنهم تانية ثانوي ومنهم الصفوف الابتدائية والصفوف الإعدادية وكمان تالتة إعدادي والصفوف كلها. بالنسبة لي الخبر الأولاني واللي يخص تالتة ثانوي بشكل أكبر، وهو عن المراكز والدروس الخصوصية. بالنسبة للمراكز والدروس الخصوصية تم إغلاقها بالكامل، وبيتم إغلاقها بالكامل تقريبا. الحملة أو الحملات حاليا بتنزل وبتقفل جميع المراكز الدروس الخصوصية، وده بناء على الإجراءات الاحترازية. يعني مش بالمنطق كده مش هنبقى قافلين المدارس والجامعات والدروس الخصوصية أو مراكز دروس خصوصية تبقى مفتوحة، فاحنا كده بنعمل شيء غير منطقي. فبالتالي الدروس الخصوصية أو المراكز الدروس الخصوصية بيتم إغلاقها الفترة القادمة. وحاليا أصلا لو في حد منكم نزل راح المركز اللي هو بيروح ياخد فيه درس هيلاقيه مقفول، أو لو حد راح ولقى مقفول ورجع يقول لنا في الكومنتس عشان نأكد أكتر على المعلومة دي. ده بالنسبة للخبر الأول. فبناء عليه طلاب تالتة ثانوي يشوفوا بقى طرق تانية للمذاكرة أو للدراسة، او لو انت المركز بتاعك لسه مفتوح او الدرس الخصوصي بتاعك لسه مفتوح ف ربنا معاك يعني. بالنسبه للخبر التاني والحاجه التانيه اللي احنا حابين نقولها، وهو اللي يخص الصفوف الاولى الثانويه والتانيه الثانويه وجميع الصفوف الدراسيه اللي قبل كده، يعني من اول رابعه ابتدائي لحد تالته اعدادي. وهي ان وزير التربيه والتعليم قال مفيش بدايه للترم التاني الا بعد اقامه طريقه تقييم عادله بين الطلاب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الترم التاني مش هيبدأ إلا لما الطلاب تمتحن. مفيش ترم تاني هيبدأ إلا بعد ما الطلاب تمتحن. طيب افرض مثلا بعد 20 فبراير ما كانش فيه ظروف تسمح لإجراء الامتحانات، يبقى الترم التاني مش هيبدأ، وهنفضل مأجلين كده لحد ما نمتحن أو لحد ما الطلبة تمتحن بشكل طبيعي، وبعد كده نبدأ الترم التاني. يعني بمعنى أصح مش هتتلغي الامتحانات وبعدين نخش على الترم التاني ونبقى ايه، نعمل نكمل السنة الدراسية عادي. لا، مش هننتقل للترم الثاني إلا بعد عقد امتحانات. طيب افرض مثلا حصل ظروف سيئة جدا وأعاقت إقامة الامتحانات دي، ساعتها دكتور طارق الشوقي قال أو صرح وقال هيكون في بدائل وهيكون في طرق تانية وهنعرف هنعمل ايه ساعتها والموضوع ده سابق لأوان، وده بناء على تصريحات دكتور طارق الشوقي. ده كان كل الموقف وكل الصوره اللي منقوله حاليا. بالنسبه للطلبه اللي هتسالني في الكومنتات عشان انا عارف السؤال ده، الامتحانات بتاعت اولى ثانوي وثانيه ثانوي هتبقى من البيت ولا من المدرسه؟ لحد دلوقتي المفروض كلام من رئيس الجمهوريه، وشوف الفيديو اللي فات، هيكون من البيت. ده لحد دلوقتي تمام. الله اعلم هو هيغير رايه، هيعمل حاجه تانية، القرار هيتغير مستقبلا، الله اعلم. بس انا ما بعتمدش غير كلام رئيس الجمهوريه، لان وزير التربيه والتعليم بيقول كلام كتير وكذا مره بعد ما بيقول الكلام لا يطبق. فبالتالي انا هعتمد على كلام رئيس الجمهورية اللي قال هيعمل امتحانات الثانوية اللي هي اولى وتانية ثانوي يعني من المنزل على التابلت. ده كان كل حاجة في الفيديو. اتمنى اكون افدتكم وقلت لكم كل جديد بيحصل في التعليم. ما تنساش انك تعمل سبسكرايب او اشتراك وتفعل زر الجرس عشان تتوصل بكل جديد. ما تنساش تغير لايك تقديرا ودعما. نشوفكم في الفيديو الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.